السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. تعالوا بقى كده النهارده نعمل حبه افكار وكمان توزيعات للعيد حلوه جدا، وكمان برضو تنفيذها سهل قوي، واي حد ممكن فعلا هو ينفذها او يعملها بمنتهى السهوله. اول حاجه هجيب هنا كوبايه البلاستيك دي، طبعا كلنا عارفينها، وهبتدي ان انا احط فيها بقى اي شوكولاتات انا عايزاها. ممكن لعبه كمان، ممكن بالونه، ممكن طبعا نحط فيها اي حاجه احنا حابينها. وبعد كده بقى هبتدي انا اجيب العيديه بتاعتي وهبتدي ان انا اربطها زي ما احنا شايفين مع بعض كده باي شريط عندك. هنا استخدمت البتاع الحلو ده كان عندي، فهبتدي ان انا طبعا اغطي بيه كده كل حاجه برضو من ناحيه فوق، هيدينا برضو شكل حلو قوي. ده بيكون في الهدايا، فجبته وثبته كده من فوق هيدينا شكل حلو زي ما احنا شايفين مع بعض. وبعد كده جبت بقى ورق الالومنيوم اللي احنا كنا عارفينه، وهبتدي ان انا اغطي بقى العلبه بتاعتي من ناحيه فوق بالشكل ده. ممكن طبعا كمان نستخدم فوم لو احنا حابين، او اي حاجه تانية شبيهه ليهم برضو هتكون فكرتها حلوه جدا. وجبت كمان بقى الرسمه دي طبعتها كده من المكتبه، وهبتدي ان انا اثبتها كده من ناحيه فوق زي ما احنا شايفين مع بعض. ثبت هنا كمان بقى كده دبل فيس، وهبتدي ان انا اشيل بقى اللزق بتاعه زي ما احنا شايفين. وبعد كده بقى هبتدي ان انا احط كده الرسمه بتاعتي في النص بالطريقه دي. هتكون فكره طبعا حلوه جدا، وكمان شكلها حلو قوي. وكمان بقى عايزه اقولك ان فتحها برضو هيكون حلو جدا. وكمان برضو ممكن نعملها بالطريقه التانية دي زي ما انا بعملها معاكم دلوقتي، هتكون برضو رسمه تانية ومختلفه، وكمان برضو هيكون شكلها حلو قوي. غيري بقى كده الرسومات براحتك خالص ونوعي فيها، هتديكي طبعا نتيجة احلى بكتير. ودي هتكون بقى النتيجة بتاعتنا. طيب هنفتحها ازاي بقى وهتكون نتيجتها عاملة ازاي؟ هقولك دلوقتي. طبعا احنا كده كده مثبتين ورق ألمنيوم فوق، فطبعا هو من فوق هيكون ضعيف مش متين قوي، فكل بس اللي احنا هنعمله هنفتحها بالشكل ده. فكرتها حلوة جدا وكمان بسيطة. وعايزة اقولك بقى ممكن تحطي فيها كده جوه اي حاجة زي ما احنا متفقين مع بعض انت حباها. وكمان هتحطي بالرقاقة العادية، وكمان بقى هتغطي بالجزء اللي احنا عملناه مع بعض ده. ودي بقى كانت اول فكرة عندنا النهاردة. حطوا كده لايك جميل لاول فكرة، ويلا بينا بقى دلوقتي كده ندخل على تاني فكرة معانا النهاردة. وزي ما قلتلك ممكن طبعا تعمليها باي شكل وباي حاجة انت حباها، مش لازم خالص نفس الرسومات دي، في اشكال كتيرة جدا. طيب تاني بقى فكرة عندنا النهاردة هنعملها ازاي وهنستخدم فيها ايه. اول حاجة بقى هجيب كده الحلويات بتاعتي او اي شوكولاتات برضو احنا حابين نحطها فيها بالشكل ده. هحطها في اي طبق عندي كده جنبي، وبعد كده بقى هشتغل براحتي خالص. وجبت كمان كده كذا بالونه، وهبتدي برضو ان انا احطهم، ودي هيكون بقى الشكل بتاعي. نركنهم كده على جنب، ونجيب بقى الصور بتاعتنا. وممكن طبعا نجيب اي صور احنا حابينها بنجيبها من المكتبه، وفي اشكال كتيره جدا طبعا ممكن نجيبها. هفرغ بقى دلوقتي الاشكال بتاعتي، ودي هتكون النتيجه بتاعتنا، وهنشتغل بقى براحتنا خالص. طيب هنعمل ايه؟ هجيب هنا كده الغطيان بتاعت كوبايه العصير، وهبتدي ان انا احط فيهم بقى كده الشوكولاتات بتاعتي والبالونه، واذا كان لعبه بقى كده والعيديه كمان. وبعد كده هبتدي ان انا احط الشمع بتاعي بالشكل ده، وهقفل عليه طبعا بالجزء طبعا التاني اللي احنا طبعا زي ما قلنا اشتريناه من المكتبه. وهجيب هنا بقى العصيان بتاعت خفض اللسان، او عصيان طبعا الايس كريم، او اي حاجه شبيهه للشكل ده. وهبتدي ان انا اثبتها من ورا بالطريقه دي كده، واثبتها من ناحيه فوق اكتر علشان طبعا تكون ماسكه معايا كل حاجه. ودي بقى هتكون النتيجه، شكلها حلو جدا، وكمان برضو تحسوا كده ان هي جاهزه، وفكرتها كمان بسيطه قوي وكمان عمليه قوي. ودي بقى كانت تاني فكرة عندنا النهاردة، فكرة بسيطة جدا وكمان شكلها حلو قوي، وهتفرح طبعا كل اللي هياخد منها. وممكن زي ما قلتلك كده تعمليها بأي شكل تاني انت حباه. انا عملت منها كده كذا شكل، وبصراحه كده احسن اشكال او افضل اشكال عجبتني هي اللي انا عملتها دي. وعايزه اقول لك ممكن جدا كمان تعمليها بورق فوم، برضو هتديكي نتيجه حلوه جدا. لو انت مش حابه بقى خالص ان انت تشتري اي حاجه من المكتبه، ترسمي الرسمه بتاعتك كده على اي ورقه بيضاء، وبعد كده تفرغي براحتك خالص. يلا بقى حطوا لايك جميل كده الفكره اللي فاتت، وتعالوا بقى كده نروح الفكره دي. والفكره دي حلوه جدا، وكمان برضو هتنفعنا كده في الاعياد، او حتى كمان برضو كده في اي وقت. هبتدي ان انا اجيب كده اي قماش عندي، وهبتدي ان انا اخد منه شريط بالشكل ده زي اللي معايا بالظبط كده. وبعد كده هبتدي بس ان انا اجي في النص وهعمل نقطه شمع بسيطه بالطريقه دي. كل بس الفكره ان انا محتاجه ان انا اعمل طبعا فيونكه زي اللي احنا شايفينها مع بعض. وبعد ما خلاص بقى عملنا الفيونكه بتاعتنا كده وثبتناها كده والدنيا كلها تمام، وطبعا ثبتها كده بنقطه شمع بسيطه. حابه انت بقى تستخدمي ابره وخيط، اديها كده غرزتين حلوين مفيش مشكله خالص. دي هتكون بقى النتيجة بتاعتنا، وده هيكون شكلها. هجيب دلوقتي بقى كمان دلوقتي زي ما احنا شايفين برضو كده شريط ستان. طيب شريط الستان بيتباع فين؟ عند اي محل بتاع ادوات خياطة. اشتري منه كده بكرة، مش غالية خالص ورخيصة جدا. وهبتدي ان انا اخد منها كده المقاس اللي انا محتاجاه، وهنا خدت 29 سنتي او 28 30 مفيش مشكلة. وهبتدي برضو ان انا اعمل كده فيونكة، بس هتكون بقى اكبر شوية من الفيونكة الاولانية. مش حابة تشتغلي بمقاسات مفيش مشكلة، الفيونكة الاولانية هتكون صغيرة، والفيونكة التانية هتكون اكبر منها شوية بسيطة.
وهاجي برضو كده في النص وهبتدي ان انا اتني تانية بسيطة برضو زي الاولانية بالظبط، بس هنا بقى هبتدي ان انا ادخل الاتنين في بعض علشان طبعا تظبط معايا. خدت بس كده المقاس براحتي خالص، وبعد كده هبتدي ان انا اسيبها لحد ما اعمل الجزء اللي احنا هنشوفه مع بعض ده. برضو قطعة ستان وهبتدي ان انا اجيبها وهبتدي ان انا اتنيها برضو كده في النص، وهنا بقى هبتدي ان انا اثبت كل الاجزاء بتاعتي بقى براحتي خالص. اول حاجة هثبت الجزء بتاع شورت الستان اللي هو هيكون تحت بالشكل ده، وبعد كده هجيب الفيونكة بتاعتي اللي هي هتكون اصغر شوية اللي احنا عملناها في الاول خالص، وهبتدي ان انا احطها كده من ناحية فوق. ممكن طبعا كل الخطوات اللي احنا بنعملها نعملها طبعا بإبرة وخيط، هتكون برضو حلوة جدا. وهنا بقى علشان اثبت كل حاجة في بعضها فهبتدي ان انا اقفل عليها بالخيط زي ما انا بعمل كده بالظبط. وهنا هربط بس ربطة بسيطة كده، بس هربطها قوي علشان مفيش اي حاجة تفك معايا خالص. بعد كده بنعمل حاجة اكيد عشان تكون معانا عمر طويل قوي، مش مجرد بس كده ان احنا نعملها وتفك معانا، لا احنا محتاجين الحاجة تكون متينة وثابتة معانا بعد كده. طيب بعد ما خلاص بقى عملت الفيونكة بتاعتي والنتيجة زي ما احنا شايفين مع بعض حلوة جدا، علشان تظبط معايا اكتر واكتر وكمان شكلها يكون احلى واحلى، ثبت بس كده جزء بسيط من شريط الستان اللي معايا في النص بالطريقة دي، وبعد كده هبتدي ان انا اروح الناحية التانية واثبته كويس جدا علشان مفيش اي حاجة طبعا تفك معانا زي ما احنا متفقين مع بعض. وهنا بقى خلاص لو في اي حاجة كده زيادة ممكن نشيلها مفيش مشكلة. وبعد كده ممكن بقى ان انا اثبت ورا طبعا توكة استك او حتى كمان توكة كده زي اللي معايا الحلوة دي، اي حاجة ممكن نثبتها فهتدينا برضو نتيجة حلوة قوي. عايزة اقولك ان الفيونكة دي شكلها حلو جدا واكيد طبعا كلكم شايفين معايا، وكمان التوكة نفسها لو احنا اشتريناها من بره هتكون غالية مش رخيصة. ممكن بقى كده تنوعي في الالوان براحتك قوي، وممكن كمان كده تعملي اي شكل تاني انت حباه، ممكن تكبري وتصغري برضو براحتك جدا. ممكن بقى لو انت حابه كده تعملي مشروع فهتكون طبعا مشروع حلو جدا، وتعملي كده مجموعه توك وتبيعيها، وعلى فكره بتكون ربحها حلو قوي. حطوا بقى كده لايك جميل للفكره اللي فاتت، ويلا بينا بقى دلوقتي على الفكره دي. طيب الفكره دي هنعمل فيها ايه؟ هقولك هنعمل فيها ايه. هتجيبي كده بقى اي ازاز زيت عندك، واكيد كلنا بيكون عندنا ازاز الزيت دي. هبتدي ان انا اشيل منها الجزء بالشكل ده، وبعد كده هبتدي ان انا اشيل اي زيادات عندي زي ما احنا شايفين مع بعض بالطريقه دي كده. وبعد ما خلاص بقى شلت كده كل الزيادة اللي عندي ممكن بقى نشيل الستيكر، وهيتشال معانا سهل جدا. هو كده كده على فكرة بيكون بلاستيك شوية، فطبعا بيتشال معانا بمنتهى السهولة. وهنا بقى ممكن نشتغل فيها براحتنا خالص. طيب هنشتغل فيها ازاي؟ بصي بقى، ممكن اي قماش قديم عندك انت تستخدميه، اذا كان بقى جينز قديم او بلوزه قديمه كده ملهاش استخدام عندك استخدميها، او اي حاجه تانية ممكن تستخدميها هيديكي برضو نتيجه حلوه. كان عندي هنا بقى كده اجزاء من بنطلون الجينز هبتدي ان انا اجيبها، وزي ما احنا شايفين مع بعض هنا اول حاجه ثبت الجزء الاولاني، وبعد كده هثبت الجزء التاني. انا قلت لك في الاول ان هي كانت اجزاء مش قطعه كده على بعضها ولا اي حاجه. اي حاجه قديمه عندنا ما بنرميهاش، ان ممكن جدا نستفاد بيها ونعمل بيها اي حاجة تانية تفيدنا في حاجة تانية بعد كده. كان عندي بقى الجزء التاني في الجيب ده، فهبتدي برضو ان انا اجيبه واستغله واستفاد بيه، مش هنرميه او اي حاجة، لا هبتدي ان انا اجيبه واثبته برضو كده بنفس الطريقة بتاعتنا، واحاول برضو كده ان انا اظبط الدنيا، وبرضو احاول ان انا كده اوفق كل حاجة مكانها. هثبت كده الجزء بتاعي من ناحية فوق، وبعد كده هبتدي ان انا انزل الزيادة ناحية جوه بالشكل ده، وكمان برضو الزيادة بتاعتنا اللي هتكون الناحية التانية هنا من ناحية ورا هبتدي ان انا ادخلها طبعا ناحية تحت زي ما احنا شايفين مع بعض، واضغط كويس جدا بالطريقة دي كده. طيب بعد ما خلاص بقى عملنا كده والدنيا كلها تمام، طبعا كده كده عندنا جيب ومفتوح كمان وحلوة قوي. هبتدي ان انا احط بقى الشمع بتاعي زي ما احنا شايفين مع بعض، وبعد كده هجيب قطعة تانية من القماش بتاعي وهثبته طبعا ناحية القاعدة بالطريقة دي. اضغط بس كده كويس عشان الشمع بتاعي يمسك كده في جميع الجهات، وبعد كده هشيل بقى طبعا الزيادة براحتي خالص. زي ما احنا شايفين كل حاجة بقى زيادة كده هبتدي ان انا اشيلها، فهيظهر عندي الشكل طبعا احنا محتاجينه. لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا حط كده لايك جميل زيك، وانزلي كده في الكومنتات اكتبي تعليق جميل من ايديك الجميله. ودي بقى هتكون النتيجه بتاعتنا كده، خلاص ثبتناها بقى والدنيا كلها تمام. طيب دلوقتي بقى هجيب قطعه قماش هتكون صغيره زي اللي معايا دي، هي برضو كانت بواقي فمش هرميها، برضو هستفاد بيها، واعمل منها كده فيونكه بسيطه جدا. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب برضو كده قطعه تانية وهثبتها في النص زي ما احنا شايفين مع بعض، هتقفل عليها، وكمان هيديني طبعا شكل الفيونكه اللي احنا عارفينه كلنا. اظن الموضوع بقى سهل جدا جدا ومفيهوش اي صعوبة خالص. وبعد ما خلاص بقى كده عملنا الفيونكة بتاعتنا وده يكون شكلها، طبعا لو ظهر عندك زيادة مفيش مشكلة شيليها بالمقص بتاعك زي ما انا عملت كده.
شلت بقى كده خلاص الزيادة بتاعتي، وده هيكون الشكل بتاعنا اللي احنا محتاجين طبعا ان احنا نعمله. وهبتدي بقى دلوقتي ان انا هجيب العلبة بتاعتي وهاجي في الجنب هنا على الجيب من فوق، وهبتدي ان انا احط كده الشمع بتاعي واثبته زي ما احنا شايفين مع بعض بالطريقة دي كده. اضغط كويس علشان كل حاجة تثبت معايا كويس جدا بالطريقة دي. وده بقى هيكون الشكل بتاعي اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى كده نشوف ممكن بقى نستخدمها في ايه ونستخدمها ازاي. هستخدمها بقى كمنظم بالطريقه دي. اول حاجه الجيب اللي بره ده ممكن طبعا نحط فيه اي حاجه احنا حابينها. عايزه اقولك ان هو هياخد كتير جدا ده كده كده. الجيب اللي بره هياخد وكمان اللي جوه ده هياخد، فعايزه اقولك ان الكميه هتكون حلوه قوي. وده كان فيديو النهارده. حطوا كده لايك جميل زيكم وخدوا لفه كده في القناه، هتلاقوا افكار كتيره اكيد انتوا محتاجينها ومحتاجين تنفذوها. وهستنى كده تعليقاتكم جميله. واستنى فيديو